السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مقطع فيديو أنا هعرضه دلوقتي، يا ريت الناس تسمعه كويس وتقدر تستوعب الكلام اللي بيتقال، ويا ريت تكرره مرة واتنين وتلاتة علشان تعرف الحاجات اللي بتتقال فعلا هي دي الحقيقة، والحاجات اللي بتتقال هو ده الواقع اللي بيحصل دلوقتي، ونقول حسبي الله ونعم الوكيل. اتفرجوا على المقطع واكتبوا تعليقاتكم. وباتوا ضلال، وصار الحرام في عرفهم حلال، وقارئ القرآن ما من سامع له، والشيطان في حبهم دلال بدلال، وسكروا من خمرة الدنيا وغورتها حتى ظنوا اللص ابن حلال. إن جاءهم عالم من خطرة الإيمان يرتد من هول أفعالهم عن ذي جلال. الطالب يعلم المعلم الآيات، والولد على جده صار يحتاج. الفقر هرب من الفقراء لفقرهم، والسادة على قلوبهم جمعت الأموال. شيوخ ظنوا أنفسهم رسلا، وهم على قلب الأهالي غمة ووبال. أظن بعد المقطع اللي اتعرض ده الناس كلها لازم تحسب حساباتها من أول وجديد، ولازم تراجع نفسها من أول وجديد، تشوف هي عملت إيه غلط وتحاول إن هي تتراجع عنه، وتشوف إيه اللي بيدور دلوقتي في دماغهم، وتحاول إن هي تعرف إن الإنسان الكويس اللي جواهم هو ده اللي هيفضل إنسان كويس على طول، وهو اللي هيتغلب على الشر. كان معاكم سامي سمير.